5 أشياء قد تؤدي إلى انفجار هاتفك في أي وقت. في كل مرة نسمع عن حوادث انفجار لهواتف ذكية. هذه الحوادث أدت إلى إصابات خطيرة للعديد من الناس، منها مقتل فتاة صينية في العشرينيات بحيث انفجر في يدها بينما كانت ترد على مكالمة هاتفية والهاتف موصل بالشاحن. نتيجة ذلك أصيبت الفتاة بانهيار تام وتوفيت بعد فترة قصيرة. في الحقيقة هناك حوادث مماثلة كثيرة تقع من حين لآخر، والتي تسبب أضرارا بالغة قد تصل لحد الموت. لذلك ينصح الخبراء بتجنب بعض الأشياء التي تسبب انفجار الهاتف في أي وقت، ومن أهمها نذكر لكم: أولا، استعمال الهاتف باستمرار أثناء الشحن. من الأمور الخطيرة التي تسبب ارتفاع درجة حرارة الهاتف وانفجاره هو استخدامه بشكل مكثف أثناء الشحن، خاصة إذا كان الاستخدام في مكالمة هاتفية طويلة وهو مشحون. فالانفجار في هذه الحالة يكون الأكثر خطورة على الإطلاق، كون أن الهاتف يكون قريبا من الوجه وبالتالي يسبب إصابة خطيرة قد تؤدي للموت. ثانيا، شحن الهاتف أكثر من 4 ساعات متواصلة. رغم أن الهواتف الحديثة مزودة بدائرة حماية عند امتلاء البطارية، إلا أن تلك الدائرة قد تتلف، خصوصا إذا ما كنت تستخدم شاحنا خاطئ، فهذا قد لا يمنع شحن البطارية، لكنه قد يؤدي لانفجارها مع الشحن الزائد بمرور الوقت. لذلك ينصح بعدم ترك الهاتف في الشحن لمدة تفوق 4 ساعات. ثالثا، تعرض الهاتف لصدمة قوية أو للبلل. قد يتعرض هاتفك لصدمة قوية أو يتعرض للبلل قبل أن تفلح في إنقاذه، فبالرغم من عودة الهاتف للعمل إلا أنه قد يكون هناك ضرر غير ملحوظ في الدوائر الداخلية له، والذي قد يسبب مشاكل عديدة من بينها الانفجار المفاجئ. لذا يفضل فحص الهاتف عند شخص مختص كلما تعرض لصدمة قوية أو أصابه البلل. رابعا، عدم استبدال البطارية رغم انتفاخها. إذا كانت بطارية هاتفك تنفذ بشكل سريع ومفاجئ، وإذا مر عليها أكثر من 2 سنين، وإذا لاحظت انتفاخها، فيجب أن تغيرها في أقرب وقت، لأنها الأكثر عرضة للانفجار في أي وقت. خامسا، وضع الهاتف مع النقود المعدنية والمفاتيح والسلاسل. إذا كنت تضع هاتفك في جيب البنطلون مع النقود المعدنية أو المفاتيح أو السلاسل أو الإكسسوارات المعدنية عموما، فهذا الأمر يزيد من احتمالية انفجاره. لذلك ينصح الخبراء بوضع هاتفك وحيدا في الجيب، وأن تضع النقود المعدنية أو المفاتيح في الجيب الآخر. إن أعجبتكم حلقة اليوم شاركوها مع أصدقائكم، واتركوا لنا رأيكم عبر إعجاب وتعليق، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا كل يوم. إلى اللقاء.